في بداية العام 1810 كانت بداية انهاء الامبراطورية النابليونية مع كتر الحملات العسكرية اللي ما كانتش بتخلص وتزايد عدد الخسائر في الوقت ده اللي هو عام 1810. روسيا ما عجبهاش الوضع ونقضت تحالفها مع فرنسا وتحالفت مع النمسا. وفي نهاية العام 1810 برضه فرض القيصر الروسي الكسندر الأول ضرائب على السلع الفرنسية لخنق فرنسا اقتصاديا، وسمح للسفن البريطانية بالعبور في المياه لتضييق الخناق الاقتصادي على فرنسا أكثر وأكثر، وفعلا نجح في تحقيق الهدف ده. وهنا ارتكب نابليون بونابرت أكبر خطأين في حياته كلها. الخطأ الأول هو غزو روسيا، الخطأ الثاني هو غزو روسيا في فصل الشتاء، والخطأين دول ارتكبهم أدولف هتلر من بعد منه، على رأي المثل والله ساعة القدر بيعمل بصر. وفي فصل الشتاء من عام 1812 توجه نابليون بونابرت لغزو روسيا، ووصل جيشه ل 600 ألف جندي مقابل 400 ألف جندي روسي بس. لكن هنا خلينا أقول لك بأنه جيش نابليون بونابرت 90% منه ماتوا من الثلج والبرد. أنا مش عارف أنت بتفكر إزاي، ده الجيش الروسي هو أقوى جيش على وجه الأرض، ممكن يقاتل في درجات حرارة تحت الصفر. دي ناس عايشة السنة كلها ربيع خريف شتاء صيف أي وقت عايشين في البرد والثلج والصقيع وحاجة ما يعلم بها إلا ربنا. وانهزم نابليون بونابرت في روسيا هزيمة قاسية، ولسه ما فكش من الصدمة. في أكتوبر عام 1813 الحلفاء شنوا عليه هجوم واسع وهزموه في معركة تانية سميت معركة ليبزيج. اتراجع نابليون بونابرت باللي اتبقى معاه من جيشه وهو عدد قليل جدا جدا وامكانيات ضعيفه جدا جدا لغايه ما وصل جزيره البا، وعين نفسه امبراطور على جزيره البا رغم انه عدد سكانها ما يعديش 13,000 نسمه بين راجل وست وشيخ وطفل. ولو هتسال وتقول هو نابليون بونابرت ما رجعش عاصمه فرنسا اللي هي باريس ليه رغم انها تعتبر مركز الحكم والقياده والسيطره، هجاوبك واقول لك جيش الحلفاء بعد ما هزم الجيش الفرنسي او هزم نابليون بونابرت احكم السيطره جدا جدا على العاصمه باريس، لانه هو عارف انها معقل الحكم والقياده بالنسبه للجيش الفرنسي وعلى راسهم قائدهم نابليون بونابرت. لكن الحقيقه من افضل صفات نابليون بونابرت اللي حكى عنها التاريخ واللي فعلا ظهرت في شخصيته وما نقدرش ننكرها هو انه ما بيستسلمش الهزيمه ابدا واحلامه لا تنتهي. ففي جزيره البا كون نابليون بونابرت قوته العسكريه وهيئ الجيش للهجوم مره ثانيه على الحلفاء في فرنسا. وفعلا في عام 1815 هاجم نابليون بونابرت الحلفاء في فرنسا عن طريق الشواطئ الفرنسيه، وانضم الجيش نابليون بونابرت عدد من الوحدات الفرنسيه على امل رجوع فرنسا لهيبتها ومكانتها من ثاني. وفي 18 يونيو من عام 1815 يعني وقت هجوم نابليون بونابرت وجيشه والوحدات المنضمه ليه للعاصمه باريس على اساس هزيمه الحلفاء، حصلت معركه عظيمه سميت معركه واترلو. لكن للاسف الشديد نابليون بونابرت وجيشه والوحدات الفرنسيه اللي انضمت ليه كلهم انهزموا. وبالمناسبه سميت الفتره دي في فتره ال100 يوم نسبه للمده الزمنيه الفاصله بين تاريخ دخول باريس وتاريخ انتهاء المعركه بهزيمه نابليون بونابرت وجيشه في معركه واترلو زي ما قلت لك من شويه. المهم توجه نابليون بونابرت للجيش البريطاني على اساس امل اللجوء السياسي، لكن البريطانيين نفوا لجزيره سانت هيلانا بالسواحل الافريقيه وفضل فيها لليوم اللي انقضى فيه اجله في 18 يونيو من عام 1821. مش عارف ليه المصايب كلها كانت بتجيله في يوم 18 من كل شهر، ده حتى موته كان في يوم 18. سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من تفرد بالبقاء، سبحان الذي له ملك السماوات والأرض، سبحان من نعود إليه مجردين من كل شيء ملكناه في الحياة الدنيا حتى الثياب التي تسترنا، سبحان القوي الذي تقف بين يديه كل الخلائق في موقف الضعف راجين رحمته غير آمنين عذابه. بقى الامبراطور اللي ملك القارة الأوروبية كلها وكون امبراطورية من أعظم الامبراطوريات على مر التاريخ وغزا معظم دول العالم في القارات السبع وحقق أحلام قلة قليلة بس من الناس اللي بيقدروا يحققوها، يوصل بيه الحال لطلب اللجوء السياسي وكمان ما يطلهوش. لكن بحكم قناة يوم المعرفة كقناة تاريخية ما نقدرش ننسى الإنجازات العظيمة اللي عملتها أو قامت بها الامبراطورية النابليونية واللي ناس كتير مننا شافتها أو عارفاها كويس. أولا أسس نابليون بونابرت البنك المركزي الفرنسي. ثانيا قسم نابليون بونابرت فرنسا إلى مقاطعات، والمقاطعات دي أو التقسيمات دي ما زالت موجودة لغاية النهاردة. ثالثا خد عندك البنك ده لأنه مهم جدا جدا وركز عليه. أسس نابليون بونابرت واحدة من هيئات الرقابة والتدقيق المالي في فرنسا وعدد كبير من دول العالم. أنا مش قلت لك ركز على البند ده؟ رابعا أسس مجلس الدولة ومحكمة النقد ببورصة باريس. خامسا وده الاخير معانا اسس اثنين من ابرز المعالم السياحيه في تاريخ فرنسا كلها. الاول هو قوس النصر، الثاني هو تمثال لوبلسك في ساحه الكونغور، ودول اللي بيحددوا جاده الشانزليزيه اشهر شارع في العاصمه باريس. لو عجبك الفيديو ما تحرمناش من لايك وتقدر تكتب لي ملاحظات في التعليقات، ولو حابب اننا نتكلم في حاجه معينه اكتبها لي برضه في التعليقات. اشوفكم قصه جديده في فيديو جديد على قناه يوم المعرفه يوتيوب.